غياب من لاعبين عن الأهلي أمام بيراميدز في دوري نايل ورطة كولر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يفتقد الفريق الأول بالنادي الأهلي 8 لاعبين في المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، والمقررة إقامتها في 9 مساء الغد على استاد الدفاع الجوي لحساب منافسات الجولة 31 من مسابقة دوري نايل. ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر الأخاط في 3 نقاط لمواصلة مطاردة بيراميدز على صدارة جدول الترتيب، إذ يحتل حامل اللقب وصافة جدول الترتيب برصيد 63 نقطة جمعها من 25 مباراة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 68 نقطة جمعها من 28 مباراة. بالأسماء غياب 8 لاعبين عن الأهلي أمام بيراميدز: علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، وتأكد غياب 8 لاعبين عن صفوف المارد الأحمر أمام بيراميدز لأسباب مختلفة، على رأسهم تونسي علي معلول وده بيعاني من إصابة بقطع وتر إيليس، وعمرو السولية لإصابته في عضلة السمانة، ومحمود متولي لإصابته في العضلة الضمة، وأحمد عبد القادر لمعاناته من الإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة. كما يغيب الثلاثي أحمد نبيل كوكا، حمزة علاء، وكريم دبيس بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، وده فضلا عن التونسي محمد الضو كريستو، وده بسبب رحيله عن النادي الأهلي في الساعات الماضية وعودته من جديد للدوري التونسي عبر بوابة الصفاقسي التونسي. كان النادي الأهلي قد تمكن من عبور دور ال 32 من بطولة كأس مصر، وده بعد الفوز على الألمونيوم بهدف نظيف سجله محمد هاني ليضرب موعد مع فاركو في دور ال 16 من بطولة كأس مصر. في الختام ما تنساش عمل لايك لهذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.